ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا كده نبدأ اليوم مع بعض النهاردة ونشوف ورانا ايه. هنعمل بقى الأكل وهنعمل كمان صنف حلو كلكم طلبتوا طريقته مني، وهنقضي كده اليوم يعني كله مع بعض في المطبخ. ده كان فيديو قديم كنت مصوراه من بدري واتأخرت في المونتاج بتاعه، بس قلت انزله لكم دلوقتي عشان ما اغيبش عنكم كتير. ده كان يوم جمعة وانا صحيت متأخر قوي، فقلت اعمل حاجة كده سريعة ما تحتاجش ان انا يعني تاخد وقت في ان انا افك فراخ او لحمة او كده. فلقيت اسرع حاجة بالنسبة لي هي المكرونة بشاميل، فعملت مكرونة بشاميل وعملتها معاكم قبل كده وطريقتها برضو على القناة. لو حابين تشوفوها انا هحط لكم اللينك بتاعها في اخر الفيديو. بدأت كده عملت المكرونة بشاميل. بصوا انا ما كانش عندي لبن فعملت بلبن بودر، وكان صوص البشاميل كان برضو خطير. يعني اي نعم باللبن السايب بيبقى احلى، بس باللبن البودر برضو ما كانتش يعني وحشة. خلصت بقى المكرونة الحمد لله واتغدينا. نشوف بقى المطبخ كان محتاج كده انا كنت ترويقة في منضفه السريع الشقه يعني. كلها من قبلها بيوم، فالشقه كانت لسه رايقه ولسه نظيفه، ما كانتش محتاجه مني مجهود كبير يعني. بتحتاج بس كده امشي عليها بالمكنسه او اعدل الفرش، مش محتاجه اغير فرش او امسح او اخد مجهود كبير فيها. فقضيت اليوم النهارده بس كان عندي شويه حاجات بسيطه في المطبخ وما اخدتش مني وقت الحمد لله. قررت بقى ان انا اروق على حالي كده واروق على الناس اللي معايا في البيت، واعمل كده سينابون ونشغل مسلسل ونقعد قاعده رايقه كده بعيد بقى عن ضغط الشغل بتاع البيت والتنظيفات والكلام ده كله. البوتاجاز ما كانش مدعوك قوي، يعني كان محتاج تلميعة بسيطة كده مكان المكرونة. ما غسلتش العيون ولا الحوامل وقتها. تجاهلت تماما ان في دهون على العيون يعني، بس بصراحة انا ايدي ما زالت تعباني يعني. خدت العلاج والكلام ده كله بعد ما رحت عند الدكتور، بس برضو مش حاسة بتحسن يعني. ايدي تعباني قوي. عايزة اروح لدكتور اشوف ايه المشكلة اللي عندي بالظبط، لان انا كده حاسة ان انا كل ده بجرب علاج غلط ومش عارفه بصراحه اعمل ايه. يعني انا بصراحه مش ملتزمه قوي. هو الدكتور قال لي ما اعملش حاجه في البيت والكلام ده كله، بس انا طبعا يعني مش مين هيعمل مكاني يعني فلازم بضطر ان انا اطبخ واتعامل مع خضار وحاجات زي كده، ومش مش طول الوقت ببقى قادره البس جلافز او اتعامل كده. حتى المواعين والله يعني لما بلاقي عندي كم مواعين مثلا بغسل بايدي عادي، لان بحس ان الجوانتي بيعطلني قوي. مش متعوده خالص ان انا البسه وقت غسيل المواعين يعني. لسه بصراحه الموضوع ده جديد قوي عليا. فادعوا لي كده ان شاء الله ايدي تتحسن وتبقى كويسه، علشان ارجع ادعك بقى كده ونعمل روتينات مليانه رغاوي وصابون ودعك كده محترم يعني. عايزه اقول لكم ان انا في عيد الفطر انا ما غسلتش حيطان الشقه كلها، ما غسلتهاش اصلا، مش ما غسلتهاش كلها يعني. ما جيتش ناحيه الحيطان، فالمفروض ان انا عايزه دلوقتي اغسلها بعد العاصفه بقى وبعد التراب ده كله اللي حصل. محتاجه تنفيضه محترمه ومحتاجه غسله كده، علشان ما اجيش ازنق نفسي قبل العيد بكام يوم واقول انا محتاجه اغسل الحيطان دلوقتي، لان طبعا هكسل منها ومش هعملها يعني. فربنا يسهل كده ان عايزه شاء اقول الله. لكم ان انا اصلا لسه محتاجه اروق الدولاب كده يعني. انا شلت الشتوي، شلت جزء من الحاجات الشتوي. محتاجة اشتري شنط تاني واشيل كده فيها الشتوي وارص الصيفي رصة محترمة. الدولاب محتاج مني يعني شوية مجهود. وبعد كده باذن الله على طول عايزه ادخل على الحيطان عشان ما اضغطش نفسي يعني. عشان حتى لو خدت اوضه واحده كل يوم مثلا ما احسش ان انا كده ورايا عبء يعني. مش عايزه احس ان انا مضغوطه بقى في تنظيفات العيد وبتاع. لا، احنا لسه مخلصين عيد ولسه مخلصين تنظيفات، بس يعني الواحد ياخدها واحده واحده كده. المهم خلصنا بقى تنظيف المطبخ، ندخل على وصفة السينابون اللي هتطلع معاكم احلى سينابون رول هتعملوه في حياتكم. اول حاجة بحط كوباية ونص لبن على معلقتين سكر وظرف خميرة فورية، وبسيبهم على جنب كده لحد ما الخميرة تتفاعل. بعد كده بجيب حلة فيها 5 كوبايات دقيق بنخلهم كويس قوي، وبحط عليها بيضة وكام نقطة فانيليا و5 معالق سمنة بدرجة حرارة الغرفة. يكون اللبن والخميرة تفاعلوا مع بعض، وانزل بيهم على الخليط ده واعجنهم كويس قوي. العجينة هتكون بتلزق بسيط بس ماسكة نفسها كده، لا هي سايبة ولا هي ماسكة نفسها جامد يعني. احتاجت منكم مثلا معلقتين لبن او حاجة تانية على حسب نوع الدقيق حطوا لها. تمام. بعد كده للحشو بحط 3 معالق سكر على معلقة كاكاو ومعلقتين قرفة. انا ضفت معلقة تانية بعد المعلقة دي. وبسيبهم على جنب. الصوص بحط كوباية سكر بودر وكوباية لبن بودر ست مكعبات جبنة مثلثات أي نوع. وأنا حطيت يعني بالويم كده كان ربع قالب زبدة عندي.
معلقتين لبن، وبضربهم كويس قوي، وبرده بغطيهم كده بستريتش ولا حاجه، وبحطهم في التلاجة. بصوا بيبقى ده قوام الصوص. العجينه بقى اختمرت كويس قوي، بحط كده برش رشه دقيق على الرخامه، وبنزل بالعجينه وبرش رشه دقيق تانية. بعملها عجينه مستطيله كده. انا مش بقص اطراف بقى، ولا بهتم ان انا اعمل يعني الشكل مستقيم قوي، علشان احنا اللي هناكلها يعني اولا واخيرا، فما فيش داعي للتعب ده كله. بس بحاول اعملها على قد ما اقدر تكون مظبوطه. يعني بصوا انتوا جربوا تعملوها، يعني انا مش عارفه اوصف لكم السمك بتاعها قد ايه بالظبط، بس هي لا سميكه ولا هي رفيعه، يعني هي كده كده بتخمر تاني وبيتضاعف حجمها. فلو زودتوا قوي في حجمها، يعني لو تخنتوها قوي، بتبقى يعني طعم العجين كتير باين، انا مش بحبه كده، فانا بخليها يعني سمكها كده متوسط زي ما انتوا شايفينها في الفيديو. بعد كده بجيب معلقه سمنه على معلقه زبده، وبدهن بيهم العجينه كويس قوي، برضو بدرجه حراره الغرفه، عشان مش عايزاها سمنه سايحه قوي، فهتبقى كميه السمنه في العجينه قليله. لا، انا عايزاها بدرجه حراره الغرفه، تدهن كده، مش ما تتفردش بسهوله قوي. بعد كده بحط عليها الخليط الكاكاو والقرفه والسكر، وبضغطهم كده بايدي علشان يمسكوا في العجين. وبعد كده بقطعهم زي ما انتم شايفين كده، انا مش بلفها وبعدين بقطعها بخيط، لا انا بستسهل وبقطعها بالقطاعه بتاعه البيتزا دي، بتطلعها مظبوطه، وبيطلع الرول بتاعها جميل يعني، ويعني ومظبوط وكويس. دي كانت عجينه تانية اللي انا عملتها بالفعل في اليوم ده، علشان الفيديو التاني ما كانش كمل تصوير. يعني بصوا شكل الرول عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، بتطلع خطيره، بتطلع خطيره بجد. انا عايزاكم تجربوا. بصي دي قبل التخمير، وده شكلها بعد التخمير. بصوا ما شاء الله تضاعف حجمها ازاي، وبتطلع هشه وطريه وخطيره. بتاخد نص ساعه في الفرن على درجه حراره تقريبا 180. اول ما تطلع وهي سخنه بنزل عليها بقى بالصوص، يتغلغل كده جواها ويطريها شويه، تهدى شويه كده، وبنبتدي ناكلها. بصوا بسم الله ما شاء الله، بتطلع هشه وخطيره وتحفه بجد. يعني عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم طلعت معاكم ازاي. في اليوم ده ما كنتش حابه اتعشى عشاء تقليدي، قلت طالما انا عملت كده كده عجنت وعملت سينابون يعني، فبالمره عجنت لي كده شويه عجين. انا عملتها معجنات زي بنفس عجينه البيتزا يعني، وحشيتها كده، حشيت جزء منها ميكس جبن على جبنه رومي، والجزء التاني حشيته شوكولاته من اللي هي بتاعت بلبن دي. وبس كده اكلنا جنبها، شربنا جنبها شويه شاي بلبن، وكده يومنا يكون انتهى، وباي باي.